حسام حسن راجل هداف، كان من هدافين الناس في الدوري المصري. جه النادي الاهلي ما قدرش يتاقلم، ما قدرش كذا، ما قدرش. شايف ان هو ما قدرش يتاقلم ولا اتظلم في الاثنين، في المعامله وان هو يلعب وياخد الفرصه كامله؟ الاثنين، انا معاك الاثنين. في الاخر بعد ما مشي طلع اعاره، هو اللي بيكسب نادي سموحه دلوقتي، بيتالق وكده. بيتالق ليه بقى؟ لان هو خد وضعه بالظبط. ما هو وتم التعامل معاه بشكل يعني خلينا يقدر يدخله حلوه اللي انت قلت لي خد وضعه. ما اكيد انت جيت النادي الاهلي يبقى انت ليك وضع عالي، يبقى انت راجل ليفل عالي. بس انا بتكلم في نقطه ايه، جالك مدير فني جديد وقال انا هقعد بالسكواد دوت اللي اشوفه واشوف اللعيبه ايه والدنيا ايه. كريم فؤاد نزل 5 دقايق راح عمل انتاج، اثبت وجوده. بس كان ايه، كان شغال على نفسه، بيتمرن في الماتشات الوديه، مركز، فخلى الراجل ايه ده في لعيب كويس فلازم اخد بالي منه. فاهم؟ هو ده. لا وحجز مكان على حساب حسين الشحات وطاهر كله، على كل الناس، على كل الناس. والراجل يعني خلق له مكان كمان عشان بالزبط يلعب. بالظبط. فهي دي النقطه. حسام انت اللي هتثبت نفسك، انت اللي هتقول لنفسك انا للمدير الفني انا اللي موجود. سيبك بقى من ان انا هديك قيمتك او اديك البرستيج بتاعك او ان انت جاي لي هداف الدوري او من هدافين الدوري وانا لا، انت في النادي الاهلي. ما هو بص، في حاجه اسمها ايه، النادي الاهلي ونادي الزمالك ده بيجيبوا احسن عناصر موجوده في الدوري المصري او احسن لعيبه ممكن نجيبها محترفين او كده، وبعد كده منتخب مصر